السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم طريقه تحضير املو كاوكاو والزنجلان. كيجي رائع، ما تشبعيش منه، يستحق التجربه. ندوزو الوصفه. عندنا نص كيلو ديال كاوكاو، وعندنا 2 كيسان ديال الزيتون، وعندنا كاس مع مرش ديال العسل، ممكن تعوضيه بسنيده او سكر كلاصي. عندنا كاس ديال الزنجلان، كنعبرو بكاس ديال العنبه. عندنا شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق. اول حاجه كنقيو الكاوكاو ديالنا، كنصفطوه في واحد اللاطه ونشعلو الفران وندخلوه يتحمر واحد شويه. نتوما البنات اختاريت انا هذا النوع ديال الكاوكاو، وهذا النوع البلدي داك الصغير كيجي بنين وزوين. دابا ندخلوه للفران ديالنا باش يتحمر، ومن بعد ارجع لكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما حمرناه ولا بحال هذا الشكل هذا، غير كيتقشر. اللون ديالو بقى غير هذا اللون، ومن بعد كنطحنوه بحال هذا الشكل هذا. خصو يتطحن مزيان باش يسهل لينا في الخلط مع المكونات الاخرين. ودابا غندوزو للجنجلان. من بعد ما عملناه ونقيناه كنحمروه حتى هو في المقله او في الفران. كنديروه في طحانه كهربائيه ونطحنوه حتى كنحصلوا على هاد العجينه هادي ديال الزنجلان. ومن بعد كنهزو كاس ديال ميكسور او سميتو امولينيكس، كنديرو فيه كاوكاو والزنجلان اللي طحناو، ونزيدو واحد المعلقه ديال واحد شويه ديال الملحه، ماشي معلقه، شويه، كيجي بنين بالملحه. كنزيدو كاس ديال الزيت، ومن بعد نطحنو غير شويه بشويه باش ما يطيرش علينا بهذه الطريقه هذه. هانتوما البنات، ومن بعد غنزيدو الكاس الاخر، نزيدو النص بالنص حتى نساليو. هانتوما نزيدو النص الاول على الشكل هذا، وحنا كنخلطو غير بشويه علينا حتى يندمجوا لينا كاع المكونات اللي درنا. كنزيدو داك النص الاخر اللي بقى لينا. ممكن تكملي ولا ديري غير ما تكمليش، ماشي مشكل، شويه بشويه. بحال هذا الشكل هذا. ممكن تكتفي بكاس، ولكن كيجي عقد، ولكن الا درتي كاس ونص حتى لجوج كيجي هو هذاك. من بعد كنزيدو العسل ديالنا، كنديرو نص الكميه الاولى على هذا الشكل هذا. انتم البنات الا بغيتي العسل غتلقاوه في القناه ديالي، كيجي رائع. مع مرخطاني ديما كنديرو نفس الطريقه، ديما كندير نفس الطريقه مع مرخطاني الحمد لله. هانتوما البنات كنزيدو شويه عطية العسل حسب الذوق. انا درت تقريبا كاس مع مرش، نقصت واحد شويه، ومن بعد ندوقو. الا بغيت نزيد نزيد، الا ما بغيتش نخليه صافي، نخليه بهذاك سميتو داك المذاق صافي. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالو، هكا كيقول لي بحال هكا. ومن بعد ما طحناه كنحصلوا على املو ديالنا. هاد الكاس عندي كيهز لتر،
عندنا لتر ديال الاملو. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.